مساء السعادة. أنا في طريقي لأبو ظبي، عندي افتتاح محل شوكولات، فقلت أستثمر وقتي وأجاوب على أسئلتكم اللي في الانستغرام. طبعا بعيد عن الأسئلة الخاصة وبعيد عن الأسئلة المكررة المعلبة اللي جاوبتها مليون مرة قبل. أجوبة وأسئلة جديدة. اللي يسألني إذا بظل طول عمري بالإمارات، الإمارات بلدي الثاني وأحس فيه بالاستقرار وما أحس بغربة أبدا، فأكيد راح أظل هنا إن شاء الله. للي يسألني لو كان حياتي كتاب إيش راح يكون العنوان، هو أكثر شيء التحدي، لأني تحديت نفسي وتحديت الكل إني أثبت حالي والحمد لله. وللي يسألني ليش تركت صباح الخير يا عرب، هو باتفاق بيني وبينهم، لأنه صار الوقت إني لازم أنتقل إلى مرحلة جديدة، ما راح أظل طول عمري بنفس المكان. ومهما الواحد كان ناجح لابد إنه هو ينتقل من مرحلة إلى أخرى ويكون عنده طموح جديد، ما يظل بمكانه مثل أهرامات الجيزة طول العمر. لو سألتوني هذا السؤال من قبل بقول لكم عندي لستة أشياء تضايقني، بس الحمد لله صرت أفهم وأوعى وأهدأ. مو أي شيء يضايقني، الحياة أقصى مني أتضايق الأشياء تافهة. أكثر شيء كسبته بهالحياة راحة البال وراحة الضمير ومحبة الناس اللي أنا أشوفها نعمة من رب العالمين، الحمد لله. قصة نجاحي بدأت من عمري 16 سنة لما تزوجت وأنا صغيرة، وعشت حياتي أكبر من عمري وتحملت مسؤوليات كثيرة. أمور كثيرة أستمد منها طاقتي الإيجابية في هذه الحياة، منها القناعة، منها الرضا بالقضاء والقدر، وأن رب العالمين له حكمة في كل شيء يكتبه لي. وأنا دائما مؤمنة أن رب العالمين كاتب لي الأفضل، فلما ما يكتب لي شيء معين في بالي ما أزعل، عارفة أن رب العالمين كاتب لي الأفضل، وفعلا الأفضل دائما يجي الحمد لله. حاولي دائما تتفائلي وشوفي كيف ربي راح يكتب لك الأفضل، وفي شيء اسمه قانون الجذب، لما تفكري بالأشياء الحلوة راح تجيك، والعكس صحيح. صحيح إن شاء الله راح يكون عندي برنامج جديد وراح نبدأ تحضيرات له بشهر 11 أو 12 حسب متى يخلص البيت، لأنه راح يكون من داخل البيت. يعني لو خلص البيت إن شاء الله بشهر 12 بدأنا تصوير شهر 1 أو 2 حناخذ 3 شهور زيادة علشان يرى النور من خلال الشاشة. يعني بالعقل والمنطق، عمركم شفتوا فاشل يحسدونه على شيء أو يغارون منه؟ لذلك هذه الفئة اللي تحارب الناجحين أنا أشفق عليهم، عن جد مساكين. ونصيحة، بدل ما تحاربوا الناجحين حاربوا فشلكم اللي بداخلكم وحقدكم، خلوه على جنب وحاولوا تثبتوا لحالكم انكم ممكن تكونوا ناجحين. اكيد بتعامل معاهم بذوقي وباخلاقي وبتربيتي اللي اهلي ربوني عليها، مش بتربيتهم ابدا، لاني ما اسمح لنفسي اكون زيهم. ليش نشوف ان الزواج يعارض الطموح؟ لو كان اختياري صحيح لزوجي فهو اول واحد راح يوقف معي عشان احقق طموحاتي. قدوتي بالحياة من لما كنت صغيرة والدي الله يحفظه. والدي هو عميد متقاعد في البحرية العسكرية، وكنت أشوف انضباطه وأخلاقه وتفانيه، فكثير كنت معجبة فيه لما أشوفه بالبدلة البيضاء وراجع من الشغل، ولا أشوف النياشين والرتب، فكنت أتمنى أني أكون ناجحة مثل لما أكبر، والحمد لله. أبدا الشهرة مو أساس النجاح. الآن في زمن السوشيال ميديا كم واحد للأسف مشهور بس فاشل وتافه. ولكن هذه الفئة مثل فقاعة الصابون، تكبر تكبر وتطلع فوق، بعدين فجأة تنتهي. الشيخ محمد بن راشد تابعته عن قرب وتابعته من بعد وقرأت كتبه وشفت إنجازاته، فيعني عن جد الله يهنيه. وكان دائما يقول إن ما في شيء اسمه مستحيل، في صعب بس مستحيل أبدا، طول ما الواحد عنده إرادة وقوة، وفعلا أثبت هالشيء لنفسي أولا. ولما أقول مستحيل يعني ما في شيء اسمه مستحيل على رب العالمين. إذا ربي كان كاتب لنا يصير هالشيء، لو العالم كلها توقف ضده برضك راح يصير. رب العالمين سخر لي ناس كثير وقفوا معاي في طريقي للنجاح، فأكيد إني إذا قدرت أساند أحد وأساعده ما راح أتأخر أبدا لينجح. بالعكس هذا الشيء يشكل دافع لكل واحد إنه يكون عنده إصرار أكثر وإرادة أقوى إنه يغير حياته من هذا الوضع لوضع أفضل.